تنسوش جيم الفيديو، تشترك في قناة سكاي نيوز المغربية باش يوصلك جديد الأخبار. يا عماد، هناك المغرب، السعودية والجزائر، ثلاث منتخبات عربية تخطت الدور الأول في التاريخ. لا يوجد هناك منتخب رابع. لذلك اليوم السعودية أو المغرب لو ذهب إلى الدور الثاني هو ليس بالأمر الجديد على هذين المنتخبين، باعتبار أنهم سبقا وأن تأهلا إلى الدور الثاني. لكن السعودية هي المنتخب العربي الوحيد الذي تلقى شباكه في نهائيات كأس العالم أكبر وأثقل نتيجة من بين كل المنتخبات العربية، مع ألمانيا ب 8 أهداف. نقول من غير المقابلة الأولى لكرواسي اللي هي تكون مقابلة صعبة. المنتخب البلجيكي موش في أحسن أحواله، خسارة أمام مصر. والمنتخب الكندي ما عنديش نظرة عليه باش ننجم نحكم عليه. نقول باللي المنتخب المغربي عنده كلمته وعنده كذا. انت كنت تطرقت على حضور هذا المدرب المغربي الركراكي اللي جاء في وقت سيفري. اي مدرب يكون هو اللي حضر المجموعه وحضر انه يمشي ومن بعد يجي النوتر يديه بطريقه هذه، تكون صعيبه للاعبين، مش صعيبه اللي هو يصادبت يجي في ليكيب. حضور اللاعبين واش راح يقراو بعد لو كان يكون فيه انهزام، كيفاش يجي لو جوار لا يتي لي ايكارتي زياش لا يتي ايكارتي ايضا، باسكو حنا كاع نعرفوا هالي لوزيتش حمد الله ايضا ثلاث لاعبين من طراز اللي يلعبوا في اوروبا ويلعبوا في انديه كبيره. تشوف باللي هالي لوزيتش نعرفوا احنا كجزائريين عنده طريقته الخاصه انه يطبق لا ديسيبلين على كل واحد، صدير عنده عقليه كما احنا نقولوا لو ميليتير، صدير ريغلو. يجي نوتر انترينور بوتيت يلي كومينيكاتيف، راح يكون فيه لو ميم اج مع بعض اللاعبين، راح يكون فيه تغيير. انا نقول انا نحكي لك كي كان مع لوزيتش والمنتخب المغربي كان ينجم يروح للدور الثاني. اليوم مع المدرب هذا ما عنديش نظره كبيره على هذا المنتخب. ما عرفتش كيفاش التسيير تاع الناخب الوطني المغربي، كيف راح يتكلم معهم، كيف راح يوصل معهم، اسكو عنده طريقه كيما، لانه ما عندوش خبره اللي عنده علي لوزيتش. انا تكلمت على المنتخب المغربي اللي تخصني انا من ناحيه علي لوزيتش، كيفاش راح يكون في المونديال. ما كانش عنده فرصه، هذا تخصه هو ويخصه الجامعه المغربيه، ولكن يبقى المنتخب المغربي فريق عربي نصروه وان شاء الله يجوز للدور الثاني. انا دائما اتحدث على الجزائر لاننا في بلاطو الجزائري رغم غيابنا نحن حاضرون بالوجدان. يعني الجزائر والسعوديه يا عماد في انتظار انتهاء المونديال الجزائر والسعودية يا عماد هي أكثر المنتخبات العربية تسجيل الأهداف في نهائيات كأس إفريقيا، رغم أن الجزائر لا تمتلك عدد المشاركات مثل المغرب والسعودية ب6 وتونس. نحن ب4 مشاركات فقط، لكن نحن الأكثر تهديفا في نهائيات كأس العالم رفقة السعودية. هناك أيضا معطى آخر يا عماد، عندما تحدث محمد منذ قليل على السنغال ورشح ربما سواء شيخي أو محمد رشح المغرب، أنا لدي رأي آخر يا عماد. ربما المغرب وهي تستغني على هالي لوزيتش وتقوم بوضع الركراكي على رأس أسود الأطلس، أنا أظن بأن المغرب تسير على خطى الجزائر في كثير من الأمور. تخيل معي عندما استخدمت الجزائر جمال بالماضي، وهو تقني جزائري شاب قريب في السن من اللاعبين، وحقق ما حققه باستخدامه في نهائيات كأس إفريقيا 2019. المغرب حاول اولا استخدام اللاعبين مزدوجي الجنسيه على الطريقه الجزائريه، ثم اسندوا المهمه الى شاب مغربي ايضا هو من المغتربين، وحقق ما حققه مع نادي المغربي في رابطه ابطال افريقيا، ثم منحوه كل الثقه والورقه البيضاء في يعني تزعم الطاقم الفني المغربي. لكن هذا السلاح ربما يكون ذو حدين يا عماد، إما أن الركراكي يستطيع أن يتوهج رفقة اللاعبين الذين كان علي لوزيتش غاضب عليهم في صورة زياش، وربما
ايضا سوف لا يستطيع الركراكي ان تتضح حقيقة حليلوزيتش. يعني ربما سوف يدفع المغاربه اقاله أليلوزيتش يعني بطريقه غالية. مباشره. في اول لقاء سوف نكتشف هذا المعطى، اما ان المغرب يستطيع الذهاب إلى الدور الثاني مثل ما يتوقع البعض، لا لشيء سوى لأنه يمتلك العديد من النجوم في صفوفه، لكن هذا لا يؤهل أي منتخب بأن يحقق انتصارات. لذلك علينا أن نتريث ونشاهد المباراة الأولى ضد كرواتيا، وسوف لن تكون سهلة بالنسبة للمغرب. وأيضا عليهم بالعودة لمباراة السنغال الذي يعني كان يتسيد افريقيا، لكن عند هذا المستوى العالي في نهائيات كأس العالم الامور تختلف جملة وتفصيلا يا عماد. لذلك الافارقه سواء بتونس او المغرب او السنغال لا زالت افريقيا لم تستطع تخطي ذلك الهاجس البسيكولوجي الذي يؤهلها ان تكون في بدايه الدور الاول متزعمه للمجموعه وتذهب وتطمح الى الذهاب بعيدا. ربما هذا الذي فتح الباب على مصراعيه لتصريحات جمال بالماضي عندما قال لو تأهلنا الى كأس العالم سوف اذهب بعيدا. اليوم علينا ان نحلل هذه الدوره ونضع يعني دائما الافارقه يعني في الصف الثالث ربما في طموحاتنا وفي تكهناتنا. لذلك أنا لا أنتظر من تونس أن تؤدي نهائيات في المستوى المطلوب. ادعمونا بلايك سبسكرايب ليصلكم كل جديد.